حكومة بتتحدانا، ضد حكومة بتتحدانا. قتلوا الطلبة في الكلية. كرامة، حرية، كرامة ومكانية. كرامة، حرية. لاجل المية ما تصبح ألف، لاجل المية ما تصبح ألف. قدم شوية يا باشا والنبي. واحد، اتنين، حق الطالب فين؟ قدم شوية يا باشا والنبي. احنا مطالبنا طبعا، احنا بنطالب بالافراج عن كل الطلبه المعتقلين وبدايتهم طبعا اسلام محمد الفولي. ده طالب الجامعه عندنا مكرماه، واخد اكتر من 7 شهادات. قبل ما يتقبض عليه كان لسه مشترك في نموذج انت قبل مصر. الطالب ده ملوش في اي حاجه جدا خالص، يعني هو كل همه دراسته وان هو بياخد شهادات بيتباهى بيها قدام اهله. الافراج عن طلاب المعتقلين اللي هم نادوا بالحريه، ما فيش حريه دلوقتي. شباب الجامعات هي اللي بتتاخد وبيعتقلوهم، سايبين البلطجيه في الشوارع. ليه ياخدوا الشباب؟ ليه عملوا ايه ده كله؟ كل ده عشان الشباب بتقعد على النت. هي بقى هي دي الحريه؟ الطلبه جزء مهم جدا من منظومه الحياه. منظومه التعليم عندنا في الجامعه مدمره، مفيش اي مناهج اكاديميه تعتبر فعلا لشخصيه الطالب المصري ومهتمه ان هي تدعمه وتخلي فيه روح الابداع وروح التفكير المنطقي. المناهج في الضياع، الدكاتره بيتعاملوا كانهم الهه، المفروض نعاملهم ان هم فوق واحنا تحت. الطالب اهم عنصر في العمليه التعليميه، ده مش موجود. مفيش اي حريه اكاديميه،